السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة جديدة نبدأها معكم سائلين الله التوفيق والسداد. كتير قوي منتشر في مجتمعنا وبالأخص عند طلبة الثانوية العامة معلومات غلط عن كلية العلوم، واللي بتكون سبب إنهم يخافوا منها، فيقوم طلاب علوم يسكتوا؟ لا طبعا. وعشان كده عملنا سلسلة هنكلمك فيها عن أشهر 3 خرافات بتسمعهم كتير عن كلية العلوم. وفي الفيديو ده هنتكلم عن أول خرافة، وهي إن كتير بيتقال للشخص اللي داخل علوم: علوم ايه اللي انت داخلها؟ ملهاش مستقبل، هشتغل ايه بشهادتها يعني؟ والحقيقة انك كخريج علوم دراستك للكيمياء بتخليك تقدر تشتغل في الكواليتي كنترول والسلامة الغذائية والصحة المهنية وشركات الأدوية ومستحضرات التجميل والميديكال راب ومعامل التحليل وكل المصانع اللي بتستخدم مواد الكيمياء في منتجاتها. ودراستك للمايكروبيولوجي بتسمح لك انك تكون اخصائي تغذية وتشتغل في معامل المايكرو في شركات المية ومصانع الألبان. ودراسته لعلم الحيوان بتخليه يقدر يشتغل أخصائي أجنة وفي مراكز المصل واللقاح وبنوك الدم والتحاليل الطبية. وكمان دراسته للفيزياء بتوفر له الشغل في مصانع الأجهزة الكهربائية وشركات الإلكترونيات وهيئات الطاقة الذرية والمراكز البحثية. وكمان يقدر يشتغل في التعدين وفي معامل وشركات البترول بدراسته للجيولوجيا، ومتاح ليه يشتغل في مجالات أكتر بكتير من اللي قلناها. وده اللي هتعرفه أكتر لما تتابع إيفنت نيو ستيج. فهل هتفضل مصدق إن علوم ملهاش مستقبل؟ استنانا المرة الجاية مع الخرافة التانية عن علوم، تفتكر هتكون عن إيه؟ وإلى اللقاء.